انا اول تاتو عملته كان من 10 سنين وكان في رجلي. لو قلت لك هنمسح كل التاتوهات اللي في جسمك دي وهنخلي واحد، انهي واحد اللي هتخليه؟ لا مش هنمسح حاجه، انا هموت بيهم. كان سلفي ورب دقنه ودخل بعدها الإخوان، شرب كل أنواع الممنوعات وحب فنانة أكبر منه ولسه بيحبها، ودموعه سابقاه وبيهون عليه أبوه وأمه وحرم عليهم الفن، وكان ستايله غريب جدا، وكان هيروح من الدنيا وانقذوه في آخر لحظة. ده غير بقى إنه حرق فندق وهو صغير، وقال إنه بقى جد ورجع في كلامه. أحمد الفيشاوي طلع وراه حكايات كتير لسه محدش يعرفها، وحياته مع أولاده فيها أسرار ياما، وهل فعلا حلف إنه مش هيتجوز تاني وبنته خلفت من وراه بجد ولا إيه الحكاية؟ ويا ترى عمل إيه مع شيرين رضا؟ كل ده هتعرفوه في الفيديو ومفاجآت أكتر عن أحمد الفيشاوي، بس ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. يلا بينا نقول لكم على كل التفاصيل. أحمد الفيشاوي طلع وراه حكايات كتير قوي، واللي اتعرف عنها محدش كان مصدق إنه يطلع منه، وأمه وأبوه عانوا منه كتير وهو صغير. ما اصل احمد الفيشاوي كان سلفي وهو صغير، وكان من اللي بيلبسوا جلاليب قصيره ومربي دقنه، وكان شايف ان كل حاجه حرام، لدرجه انه راح لابوه وامه وقال لهم اللي انتوا بتعملوه ده حرام، ولو حد كان كح جنبه بطريقه مش عاجباه كان يقول انه حرام اللي هو بيعمله ده. وبعدها بشويه قرر يخش جماعه الاخوان المسلمين، لكن ما قدرش يقعد معاهم اكتر من سنتين، وطلع فضح اسرار كتير عنهم محدش كان متوقع، وكمان فضح الناس اللي كانت معاهم وكانوا خايفين يقولوا زي عمرو خالد، وقال ان ما كانش يعرفوا ولا حاجه وما شافوش الا مرتين. لكن مع كل اللي كان بيعمله مع ابوه وامه والتغيرات اللي حصلت في حياته، فاروق الفيشاوي وسمية الألفي كانوا بيتناقشوا معاه وبيحاولوا يستوعبوا اللي هو بيعمله ده لحد ما رجع لطبيعته تاني. بس الموضوع مع أحمد الفيشاوي ما وقفش على قد كده وبس، لا ده كمان عشان بيحب يجرب كل حاجة راح جاب كل الممنوعات واللي منها كان هينهي حياته. وفي مرة من الحاجات اللي كان بيشربها كان هيروح فيها فعلا وأنقذوه في آخر الوقت، وبعدها قرر انه هيوقف اي حاجة بياخدها، وفعلا دخل مصحات كتير وتعالج، وبعد عن الحاجات دي بأميال كتير جدا. ومن كتر ما اتعالج في مصحات، في مصحة منهم عملت ليه جناح باسمه. بس ده ما كانش مصايب احمد الفيشاوي لوحدها، لا ده كمان وصل بيه انه حرق فندق. ايوه وهو عيل صغير كان بيلعب مع اصحابه، ولعوا في الجناين والاشجار اللي كانوا بيلعبوا فيها، وفاروق الفيشاوي هو اللي اتدبس في انه يصلح الفندق ده. مش بس كده، لا ده كمان وقتها فاروق الفيشاوي ما كانش معاه فلوس، واضطر انه يقسط الفلوس للفندق عشان يتصلح. يعني احمد الفيشاوي مصايبه كانت كتير قوي، ده غير بقى علاقته بولاده وخاصة بنته الكبيرة اللي حصل بينهم مشاكل كتير جدا. بس احمد قال انه بقى جد، ايوه قال كده، وبعدين ارتبك بعد ما خرج بالتصريح ده في الفترة الأخيرة، وقال إن سنه وصل ل 45 سنة وينفع يبقى جد. ده غير إنه لسه بيحب شيرين رضا رغم إنها رفضت تتجوزه، وكمان طلعت الكراش بتاعته هي صاحبة أبوه إلهام شاهين. بس قرر أحمد الفيشاوي النهائي إنه مش هيتجوز تاني، وإنه كده عايش حياة مبسوطة ومش عايز علاقات تاني، كفاية الست جوازات اللي باظوا. انتوا بقى إيه رأيكم في اللي قاله أحمد الفيشاوي؟